بالله عليك ما تسترخص. خلاص انت ناوي تروح تشتري طبعة جديدة، ما تسترخصش وانت بتشتري. ليه؟ علشان خاطر الرخيص غالي وفي نفس الوقت الغالي رخيص. يعني خلينا مثلا في الطبعة ال4510 اللي كله بيقولك ايه الحق العرض ب1400 جنيه وب1500 وطبعة ومالتي ودوبلكس ووش وظهر وكمان بتطبع من على الموبايل. ايه الحق العروض 2 درج بياخد 500 ورقة، حبارة تطبع معاك 10000 ورقة وي لب 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 لب. تروح تشتري الطبعة غلبان وبعدها بكام شهر تشتغل الطبعة زي الفل. اول ما تحط لها حبر جديد مفيش، ما تكملش شهر ولا حاجة بالكتير او على حسب طباعتك وتلاقيها ضربت اليونت الدرام. حاضر، روح اشتري يونت درام، تلاقي اليونت الدرام تصليحه ب1000 جنيه واليونت كله لو رحت اشتريته هيقولك 1200 ولا 1300 ولا 1400 جنيه اللي هما تمن الطبعة اللي انت حطيته من الاول. انت كده خسران، والله العظيم انت اللي خسران. معلش انا لو بزود عليك 1000 جنيه في الطبعة في سبيل ان انا بقولك جمد قلبك يا باشا ما تقلقش انا في ظهرك، لو فيها اي حاجة هتهلل مهالة على باب المحل وخد واحدة مكانها ما تشغلش بالك. على عكس التاني بيقولك يا باشا هي ضمان المحل، انا بتستها لك في المحل وبجربها لك في المحل، لو طلعت من المحل انا ماليش دعوة، يعني انا مش مسؤول عنها. هو ده ببلاش؟ معلش انا مع احترامي ليك. حتى يعني في موديلات ما تجيش جنبها، ومنحذر وبنقول في الفيديوهات دي يا جماعه انا ما بوقفش اكل عيش حد وربنا يرزق الجميع، بس انا لما ببيع حته ببيعها بما يرضي الله. بقول يا جماعه الحته ديت مميزاتها كذا وعيوبها كذا، حبارتها كلها بتترمي وتتجاب بكذا، بملى لها حبر بكذا، بغير لها شريحه بكذا، قطع الغيار الداخليه بتاعت الاحبار موجوده. فبالتالي انا بديك منتج ليه خدمة ما بعد البيع، ده اهم حاجة، خدمة ما بعد البيع انا بوفرها لك. فانا بوفرها لك ديت لوحدها، حط تحتها 100 خط. لو حصل فيها اي حاجة بقول لك بتاعتي يا باشا وانا اشيلها لك ما تشغلش بالك. دي حط تحتها 1,000,000 خط. ما بسوحكش، ما بقولكش روح عند فلان عند علان اللي تعمله بقى، انت فاهمني؟ فده كله مش والله من وقتي ومن مجهودي ومن فلوس، ده كله مش ببلاش يا جماعة. فبالتالي حضرتك معزز مكرم رايح تشتري طبعة، اسأل على قطع غيارها، احبارها، صيانتها، توافر قطع غيارها ومدى توافر قطع غيارها. ده كله لازم تسأل عليه علشان تشتري حاجة نظيفة. واهم حاجة ما تسترخصش في الاول. مش معنى كده ان في حاجات غالية والغالي كله حلو، لا، في حاجات غالية ومش بتبقى كويسة. فانا هنا بقول لك ايه، اي حد جنبك بيفهم في المجال كويس قوي اسأله، يعني ايه تشوفه كده في خير عنده ضمير، الكلام ده كله اسأله. قول له والله يا باشمهندس او يا استاذ فلان انا رايح اشتري الطبعة الفلانية، ايه رأيك فيها؟ يا عم قال يعني اقصى حاجة ان هو هيقول لك ايه، لا ده انا عندي حتة حلوة وزي الفل هتعجبك وكلام من ده. طيب يا باشا انا مفيش مشكلة، انا مستعد ان انا اشتري منك، بس هل هتضمن لي قطع غيارها؟ هتضمن لي احبارها؟ يعني ساعة ما تحصل فيها حاجة هجيبها لك ولا هروح فين؟ ده كله لازم تسأل عليه، وحاجات كتيرة ان شاء الله عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، وهشرحها لكم في الفيديوهات الجاية بإذن الله. انا هعمل لكم سلسلة كاملة بازاي تشتري طبعة بإذن الله. ربنا يقدرني ويوفقني ان انا اعمل ده. يلا السلام عليكم.